وهنا نجد أكبر صحفيين ونقاد النادي الأهلي وأبرز المطالبين بإيقاف كابتن رضا عبد العال عن العمل بسبب انتقاده اللاذع مدرب منتخب مصر، وهو نفس الشخص الذي لا ننتقد بل يسخر من رمز حالي للكرة المصرية، وهو المهندس هاني أبو ريد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وممثل الكرة المصرية في الاتحاد العربي والأفريقي وصاحب العلاقة القوية في الفيفا برئاسة أنفانتينو. في هذا الفيديو الصحفي أبو المعاطي زكي يسيء الأدب بل ويسخر ويلمح إلى أن أعضاء الاتحاد المصري بالكامل يصدرون قراراتهم مجاملة للزمالك، وهو ما يشير إلى تشكيكه في ذمة السيد هاني أبو ريد، وهو لا يملك دليل على كلامة بل هو يشحن الجماهير على الاتحاد المصري في وقت الجميع يدعو إلى التكاتف. فهل يليق لفظ هاني أبو ريد وأعضاء الاتحاد طبخوها للزمالك؟ ختاما للكلام، هل سنجد عقوبة من المجلس الأعلى للإعلام؟ كما حدث مع رضا عبد العال؟ والأهم كم مدة الإيقاف عند الإساءة للرمز الكبير هاني أبو ريد رئيس الاتحاد المصري وبدون أدلة؟